مرحبا بكم. مباريات كرة القدم العالمية مليئة بالأرقام القياسية المذهلة التي قام بها لاعبون محترفون، والتي يصعب تكرارها مرة أخرى على أرض الملعب. وفي هذا المقطع سنتعرف على أكثر 10 أرقام قياسية مذهلة في تاريخ كرة القدم. ولكن قبل أن نبدأ ادعمونا بإعجاب لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات. أولا، أطول هدف في العالم. تعرف معنا على أطول هدف حدث في تاريخ كرة القدم، والذي سجله حارس مرمى ستوك سيتي بيغوفاتش، وقد تم تسجيل ذلك الهدف في موسوعة جينيس، فقد سجل ذلك الهدف في الثانية الثالثة عشر من عمر المباراة، عندما قام المدافع بتمرير الكرة للحارس ليكمل اللعب، ولكن قام الحارس بتصويب الكرة باتجاه المرمى، محققا بذلك هدفا مثيرا، ولم يستطع مدافع الفريق الآخر أن يفعل شيئا أمام تلك الكرة. يقول الخبراء أن بيغوفاتش سجل الهدف من على مسافة 91 متر باتجاه المرمى، ولم يفعل أحدا ذلك الأمر من قبل. ثانيا، أطول هدف عن طريق الرأس. قام لاعب الفريق النرويجي سانيلسون بتسجيل أعظم هدف في التاريخ من منتصف الملعب بالرأس، فقد خرج حارس مرمى الفريق الآخر من مرماه ليشارك في اللعب، ولكن فريقه دفع ثمن ذلك. ثالثا، أقوى هدف في العالم. قام المهاجم البرازيلي هالك بتسجيل أقوى هدف في التاريخ حتى وقتنا هذا. لم يستطع المشجعين أن ينسوه، فقد كان ذلك الهدف قادرا على أن يدمر شباك المرمى، فقد بلغت سرعة الكرة 214 كيلومترا في الساعة. يعد ذلك الهدف فريدا من نوعه، فحتى الآن لم يستطع أحدا فعلها مرة ثانية. رابعا، كارتون أحمر بعد 4 ثوان. ذلك الرقم القياسي كان من نصيب لاعب ياباني، والذي حصل عليه بعد 4 ثواني من بداية المباراة، وذلك نتيجة هجمة عنيفة قام بها، وتم معاقبته فورا بحصوله على كارت أحمر، وتم تسجيل ذلك رسميا من ضمن الأرقام القياسية التي حدثت على أرض الملعب. خامسا، كارتون أحمر بعد 3 ثوان. أسرع هجمة قام بها اللاعب سيرج جوهر بعد إجراء تبديل، فقد قام جوهر بإجراء هجمة عنيفة ضد لاعب من فريق أولمبياكوس اليوناني بعد 3 ثواني من إجراء التبديل، ونتيجتها حصل على كارت أحمر. سادسا، أسرع هدف. في عام 1998 قام اللاعب الأرجنتيني ريكاردو أوليفر بتسجيل هدف بعد 10 ثواني من إطلاق صفرة البداية، ولكن يوجد هدفا أسرع من ذلك، وهو ذلك الهدف الذي سجله لاعب من الفريق السعودي بعد مرور 2 ثواني من انطلاق صافرة البداية، ولكن بعد ذلك تم إلغاء المباراة نتيجة وجود لاعبين يتعدى عمرهم 23 عاما، وهذا ضد قوانين اللعب الخاصة بفرق الشباب. سابعا، أسرع هدف بعد التبديل. أسرع هدف بعد إجراء التبديل والذي سجله لاعب أرسنال بينر، فبعد نزوله إلى أرض الملعب ب6 ثواني تمكن من إحراز هدفا لصالح فريقه. ثامنا، 127 هدفا يسجلهم حارس مرمى. قام حارس المرمى روجيرو سيني بتحطيم الرقم القياسي بين حارس المرمى على مر التاريخ، فقد سجل روجيرو 127 هدفا خلال مسيرته الاحترافية، ففي أحد المواسم سجل 4 أهداف خلال 20 مباراة، وقد لعب أكثر من 1204 مباراة، والذي سجل فيهم 127 هدفا. تاسعا، 91 هدفا خلال موسم واحد. في عام 1972 قام مهاجم بايرن ميونخ والمنتخب الألماني جيرد مولر بتسجيل رقما قياسيا، وذلك بتسجيله 85 هدفا. وفي 9 من ديسمبر من عام 2012 جاء لاعب برشلونة ليونيل ميسي بتسجيل 91 هدفا خلال موسم واحد، ومحطما بذلك الرقم القياسي. 10، أعلى صوت مشجعين في العالم. دعونا ننهي تلك الأرقام القياسية بأعلى صوت مشجعين في العالم، وكان ذلك في مدينة باشكتاش، حيث قام المشجعون أثناء المباراة بتشجيع فريقهم بصوت عال للغاية.
شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الاعجاب به والاشتراك بالقناة.